الحكم بتاع النهارده ده أقل ما يقال عنه إن هو مفاجأة للشعب كله. إن المشكلة ما بقتش تخص مشكلة إخوان أو سلف ولا مسلم أو مسيحي. المشكلة إن الشعب كله نزل سوا في مرة واحدة عشان يقول للراجل ده لأ، عشان يقول لحبيب العدل لأ، عشان يقول النظام ده كله لأ. وبعد ما فرقونا وقسمونا واتهموا إن الإخوان بتقتل والإخوان بتعمل وتسوي، النهارده اللعبة على المكشوفة أهي. مبارك على الأرض، أحمد عز خد فلوسه وطلع، حبيب العدل طلع، الناس اللي قتلت كلها طلعت. يا قهرة قلب كل أم ابنها مات، يا قهرة قلب كل أم ابنها في السجون، يا قهرة قلب كل واحد نزل وقال يسقط حكم العسكر. والنهارده الشعب هو اللي مذنب، الشعب هو اللي غلطان. هو فعلا لسه مستمر نظام التعريس. فعلا بجد نظام التعريس ما زال مستمر. انا بقولها بصراحه، مش قصدي على حاجه، بس هو ان القضاء اللي بعد الثوره اللي اتعملت دي عشان يشيل طاغيه، يجي بدل طاغيه اوسخ وان هم يرجعوه تاني كده كانك كده عملت ريستارت او رجعت من الاول. دلوقتي انت همك دلوقتي اللي انت بتتكلم، لا قصدي اخوان، لا قصدي مش عارف ايه. موضوع دلوقتي ليس موضوع اخوان ولا موضوع مرسي، موضوع قضيه، موضوع هويه. ولا اتكلم على هويه، موضوع هويه الاسلاميه والكلام ده، لا بتكلم على هويه القضيه ذات نفسك، اللي الحريه والكرامه اللي انت كنت بتدافع عنها. كرامتك دلوقتي هتتذل، هي اتذلت خلاص، بس انت هتفضل مهان بالطريقه دي. هل انت هتفضل مهان بالشكل ده؟ هل انت برضه هتفضل ساكت عن حقك وساكت عن الظلم؟ خلاص مبارك هيبقى براءه، وبكره دلوقتي البلد هترجع زي الاول، وخلاص يعني كأن الموضوع رجع زي الاول خالص. فيا ريت، يا ريت تكون فقت. الحمد لله على السلامه. النهارده حصل مهزلة كبيرة عشان اللي حصل من القضاء المصري الشامخ، اللي احنا بنقول عليه الشامخ العادل. طبعا هو من ايام الفراعنة وهو كده، مش محتاجين يعني دول اللي حبس سيدنا يوسف، يعني احنا هنقول ايه عليهم؟ وده قضاء مصر، وهي دي مصر. مبارك بره وحبيب، ولسه اللي جاي. تعليق ببساطة على المحاكمة اللي حصلت النهاردة، إن هي طبعا حاجة هزلية وإحنا متوقعينها أصلا من بقالنا زمن، خاصة بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت وكده، اللي هو الانقلاب وعن الشرعية وكده. قضاء بقى مسيس، إيه في البلد دلوقتي بقى عادل يعني. ف والإعلام عمال يمهد أصلا الموضوع ده، بيقول القاضي ما القضاء ملوش ذنب، هو ليه بالأوراق اللي معاه ومش عارف إيه. لكن الخلاصة إن هو الموضوع هزلي من اوله لاخره. احنا عارفين الفساد اللي احنا عايشين فيه واللي احنا فيه في البلد فيه دلوقتي لغايه دلوقتي سببها هو واحد بس، هو مبارك ونظامه طبعا. يعني ايه حبيب العدلي والمساعدين بتوعه والناس دي كلها، اللي هي اول مطلب كان ثوره 25 يناير ان هم يتحاكموا، آه، ياخدوا براءه كده. بس ما عنديش تعليق اكتر من كده.